وصفتنا اليوم معكرونة فيتوتشيني بالفطر والدجاج من دون كريمة. طريقتها كتير سهلة، طعمتها خرافية. اللي حابب يشوف كيف حضرتها يتابعني بالفيديو لنشوف الطريقة، والمقادير كلها بتكون مكتوبة بصندوق الوصف. حطيت طنجرتي على النار، حميتها، حطيت فيها معلقتين زيت نباتي، راح انزل عليها بالدجاج. حطيت شرائح المسحب اللي مقطعتهم بشكل طولي مثل ما لنا شايفين، تقطيعها مثل ما انتم بتفضلوا. وبدي اياهم يحمروا على اول جهه وبرجع بقلبهم على الجهه الثانيه. بدي اياهم يستووا استواء كامل. ضيف ملح وفلفل اسود. بعد ما احمروا الاستوي اضيف عليهم فطر مقطع. بدي اعطي الفطر كمان تشويحه. بعد ما تشوح الفطر راح اضيف عليهم ثوم مهروس، مكعب ماجي، طحين. بحرك حوالي 40 ثانية أو بس يختفي الطحين خلص بيكون راحت طعمته النية. حليب سائل، بضيف ملح. ما ببالغ بالملح لأنه أكيد أنا حاطة مكعب ماجي، وبدي هلأ خفف الصوص بمية المعكرونة، كمان مية سلق المعكرونة فيها ملح. فلفل أسود، رشة جوزة الطيب. مثل ما قلت لكم بخفف الصوص بمية سلق المعكرونة لأوصل للقوام اللي أنا بدي إياه. بخلي الصوص تغلي حوالي 5 دقايق. بدوق ملحة، بشوف إذا بدها أي شيء يعدلها النكهة قبل ما أضيف عليها المعكرونة. الصوص عما يغلي عندي والمعكرونة على النار كمان عما تغلي مثل ما لنا شايفين. في حال بدي أقدم وصفتي سعة الساعة بصفي المعكرونة وبحطها هي وساخنة على الصوص، بخليها تغلي معه غلوتين، بخففها بمية سلق المعكرونة لأوصل للقوام اللي أنا بدي إياه، بخليها تغلي غلوتين وبقدمها. أنا ما بدي أقدمها بنفس الوقت اللي بدي أطبخها فيه، عائلتي كل حدا بيجي بوقت. باخد الكمية اللي بدي إياها، بخففها بمية سلق المعكرونة، بوصلها للقوام اللي أنا بدي إياه، وبضيف عليها كمية المعكرونة اللي أنا بدي إياها المسلوقة. المعكرونة مسلوقة 3/4 السلقة مشان ترجع تكفي استواها بالصوص. بنطرة لتغلي شي دقيقتين هي والصوص وبقدمها. وصفتنا صارت جاهزة، ما شاء الله ريحتها بتشهي، طعمتها كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. شفتوا نحن ما حطينا فيها كريمة، بس أكيد اللي بده يحط لها كريمة بيقدر يضيف لها. وصفة كتير طيبة، بتمنى تجربوها. شوفوا ما شاء الله. واعطيتكم فكرة في حال ما بدنا نقدمها كلها مع بعضها بنفس الوقت، بدنا نقدمها مثلا بأوقات متفرقة، كيف بنعمل لحتى نضل محافظين على قوام المعكرونة ما تعجن معنا. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. بشوفكم بوصفات جديدة من أكلات أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.